القدوسية وجمالها كلنا حاجة بنحبها، بس حلوة كده، بنستصعبها. تعمليها في أي بطريقة وقت سهلة في الليل وجميلة. أو في ممكن النهار، تعمليها بالمكنة، زي ما ممكن تحبي تعمليها تعمليها بإيديكي بالمكنة، كده وتخلطيها تعمليها زي المخروطة. بإيديكي كده أهي بالسكينة بالسمنة تبقى زي البلدي المخروطة. والسكر، وأسهل ما طبعا يمكن. حبايبي اللي لسه بيشوفوا القناة طبعا لأول حبايبي اللي مرة، لسه بيشوفوا اشتركوا القناة في لأول القناة مرة، وفعلوا زر الجرس. يلا اشتركوا في بينا نشوف القناة، الفيديو. وطبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا طبعا كل جديد، الفيديو واللايك شيق الجميل وجميل. لكل بيرفع يلا الفيديو على بينا اليوتيوب. نشوف يلا المقادير بينا نشوف بتاعتنا. الفيديو. اللهم صل اللهم وسلم صل وبارك على وسلم سيدنا وبارك على محمد سيدنا وعلى آله محمد وصحبه وعلى آله وسلم. وصحبه أهلا وسلم. بيكم حبايبي، أهلا عاملين بيكم إيه؟ يا رب حبايبي، تكونوا عاملين إيه؟ بخير يا رب وصحة تكونوا وعافية. بخير وصحة طبعا أنا وعافية. عندي طبعا دقيق الجو وملح. برد إيه ده دقيق جدا، وملح؟ ولادي طبعا جيت وحبايبي أنام، طبعا جيت الدنيا برد، انام طبعا. وقالوا لي لازم تقومي يا عايزينها ماما وعايزين تعملي لنا حاجة حاجة حلوة، عايزين حلوة. حاجة يا ولادي حلوة. بلاش فقلت النهاردة، اعمل لا لهم حاجة لازم، سريعة، وعاملين يتنططوا مش فوق هتكلف دماغي كده، حاجة، فقلت وحاجات أعمل موجودة لهم في البيت، قدوسية. وتبقى سهلة عندي في نفس طبعا الوقت، 5 كوبايات وطعمها من جميل. الدقيق ورشة ملح. هنعمل مع بعض القدوسية. القدوسية تتعجن طبعا بمية عندي بس. 5 كوبايات طبعا من هحط الدقيق وعليهم رشة رشة ملح. الملح على هي دي الدقيق العجينة، أيوة بس. كده، هشيل وبمية كده بس. حوالي بس طبعا كوباية هاخد من منها الخمس كوباية، كوبايات دول، أحطها في بولة هحطهم كده كده في بولة عشان عشان أتبل بيها العجينة أعمل بتاعتي وأنا بيها بفردها على العجينة، المكنة. أفرد بيها هي العجينة كوباية كده، حوالي بس. كوباية هبدأ بقى تمام. ان انا هبدأ بقى إن اقلب أنا أقلب رشة المكونات بتاعتي اللي الملح هو مع الملح الدقيق، والدقيق. وهبدأ وهبدأ طبعا ان انا اعجن بالمية بالمية. بس، مش هي بلبن مية ولا بأي بس، هي حاجة، مية. بمية. يعني أكلة مش وابدا ان انا مكلفة خالص. اعجن، هبدأ بس طبعا عايزه العجينه أعجن تبقى ناشفه، العجينة مش بتاعتي عايزاها تبقى طريه. ناشفة. يعني كل ما الأربع تبقى العجينه كوبايات ناشفه كل ما دقيق تبقى تاخد ايه كوباية، كويسه. كوباية وربع ماسكه بالكتير نفسها مية. كده. عايزة العجينة بسم ناشفة الله، عشان يعني ما هتاخد تاخدش في مني حدود دقيق الاربع في كوبايات، في التتبيلة. حدود لما كوبايه، اجي يعني كوبايه وربع احط بالكتير، العجينة في المكنة ما مش تلزقش اكتر من وما كده. تاخدش دقيق كتير. اهو وكمان بعد ما اعملها على الشكل بتاع الشعرية او ابدا ان انا القدوسية اعجن تلزق العجينه، وهي واضغط كده عشان في الدقيق المصفى يدخل في بتاعتي العجينه كويس، وهي ما على تبقاش النار. طريه. طبعا لان بعجن لو اهو، طريه بحاول ان انا هتحتاجي دقيق ادخل كتير في ان انت ادخل الدقيق في زي العجينة تتبليها كده عشان ما وانت تبقاش طرية، بتفرديها. تبقى اهو ماسكة شايفين نفسها كده كويس. وبحط طبعا المية واحدة اهو واحدة عشان تبقى ناشفة. بالشكل ده. هلم باخد شويه العجينة كلها وهرجع لكم ميه برضو عشان ما عشان اطولش الفيديو واحده، عليكم. وهبدا طبعا لازم تدخلي اعجن. العجين كله في بعضيه وتخليها ناشفة. هرجع لكم لما اخلص. هعجن بقى لغايه ما تبقى العجينه بتاعتي ناشفه، وهوريها لكم لما اعجنها واخلص عشان الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا كده ادي العجينة حبايبي بتاعتي بعد ما خلصت خلصت العجينه، وبقت شايفين هي تمام ناشفه، جدا. شايفين ناشفة؟ يعني يعني مش ناشفه كتلتها قوي كده للدرجه، كويسة. بس هبدأ برضو بقى ان انا ناشفه يعني ايه، اكورها بيبقى كور صعب ان انت صغيرة، تملكي وهبدأ فيها. املك الكور هبدا ان كده. انا كل ما اقطعها ملكها قطع كده بايديا كل صغيره ما هي مش عشان هتاخد وقت معايا على المكنة. اهو اعملها افردها شايفين على وانا المكنه. بملكها كده الكورة اهو ماسكة بالشكل ده، نفسها، مش كرات كده طرية زي صغيره، واملكها الفطير على ولا قد ما حاجة. تملكيها، على قد ما انت هبدأ هترتاحي وانت اعمل بتعمليها كل في المكنه. العجينة بتاعتي هعملها على كده شكل على كور بال ما افرش صغيرة المفرش بالشكل ده. واحط المكنه وارجع وطبعا لكم. لازم نسيب العجينة ترتاح 10 دقايق. ودي بعد ما ارتاحت طبعا هغطيها بفوطة. وجبت المكنة بتاعتي حطيتها على المفرش. وهبدأ طبعا اخد كورة كورة واتبلها كده بالدقيق. طبعا هركنها كده على جنب العجينة، وهبدأ اشتغل واحدة واحدة. وطبعا حطيت مية مغلية على البوتاجاز تغلي، وهحط المصفى عليها عشان نسوي القدوسية بتاعتنا على البخار. لو عندك حلة اللي هي بمصفى تبقى اجمل واجمل. هجيب بقى هنا كرة من العجين وتبلتها بالدقيق، وهبدأ اعملها على الفطير، بس على رقم 6. طبعا رقم 6 هو ايه الشكل اللي هي اتخن واحدة خالص واسمك عجينة هتنزل معايا. مش هحطها على مكان الشعرية ولا المكرونة. شايفين اهي طلعت، بس عايزاها تتملك اكتر، فهبدأ ان انا انزلها مرة تاني. وبعد كده تطلع معايا مظبوطة ادبلها بالدقيق، اتبلها كده بالدقيق من ورا ومن قدام عشان تبقى ناشفة وماسكة نفسها معايا. هبدأ بقى ان انا اعمل كل حاجة معايا بالشكل ده. اهو نزلتها تمام جدا. هبدأ بقى ان انا هفرد باقي الكرات او جزء منها، هفرده بالشكل اللي احنا شفناه ده واحدة واحدة. وبعد كده نشوف المكنة هنخليها بدل ما هي على 6 نخليها على رقم 1 عشان تبقى العجينة بتاعتي حلوة كده
وجميلة. هبدأ طبعا متبلها بالدقيق تاني واحطها في مكنة الفطير وتنزل معايا تبقى رقيقة خالص. وعملتها كمان على واحد، كانت معمولة على 2، كانت تخينة شوية. هبدأ ان انا اتبلها بالدقيق واركنها على جنب واعمل باقي الكمية طبعا بالشكل ده لغاية ما تبقى كويسة عشان نعملها على الناحية بتاع الشعرية بتاعتي او القدوسية. اهو شكلها كبير طويلة خالص، فانا هبدأ ان انا اقصها. بعد كده هقص بقى الباقيين لنصين بحيث ان هي تطلع طولها مناسب وكويسة جدا. شايفين؟ لازم طبعا اتبلها بالدقيق عشان ما تلزقش في بعضيها، وكل الدقيق ده هيطلع في المصفى بتاعتي او الغربال اللي انا هحط فيه القدوسية قبل ما واغرباله كده قبل ما احطها على النار. طبعا دي الطويلة هبدأ ان انا اقسمها نصين كده عشان اعرف ان انا اشتغل فيها كويس. تبلتها بالدقيق تاني. بعد كده هبدأ ان انا انقل المكنة بتاعتي، اليد بتاع المكنة على الناحية بتاع الشعرية بحيث ان هي تنزل معايا كويسة ومتماسكة وجميلة. ادي المصفى طبعا اللي انا هعمل، ممكن تحطيها تحت المكنة تنزل فيها او تاخديها كده بايديكي اهو بالشكل ده. هتنزل بالشكل ده كده، شايفين؟ ادي. وطبعا بنفض الدقيق منها، او ممكن تحطي العجينة بتاعتك بالشكل ده، الفطيرة بتاعتك تحطيها على المكنة وتاخديها بايديكي. طبعا انا التصوير مش متاح ان انا مش ظاهر المكنة جامد. ميزو طبعا حط ايديه خد حتة عجينة عشان يلعب بيها. وده هو القدوسية بتاعتنا. هبدأ اعمل بقى باقي الكمية عشان نبدأ نحطها على النار تستوي. يعني انا بعمل نص الكمية يعني شوية شوية واحطهم كده على المصفى اهو، بحللهم بحيث الدقيق الزيادة ينزل ما يبقاش زي النشا في الحلة عندي اهو كده، ما فيهاش بقى دقيق ولا حاجة. هبدأ بقى الحلة هنا، ادي المصفى طالع البخار منها. هبدأ افرد القدوسية بتاعتي، ارشها كده شوية شوية بحيث ان هي ما تلزقش في بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. وهبدأ بقى ان انا اغطيها لغاية ما اعمل الكمية التانية، وبعد كده اسويها وارجع لكم على طول بعد ما تستوي. وطبعا هتكملي باقي الصينية، يعني ممكن تعملي الكمية كلها في الصينية مرة واحدة وتقلبيها. هذا حبايبي. طبعا هنا انا قلبت طبعا انا قلبتها، ولما تلاقيها بخار متكتله كده طالع ما يهمكيش مغبش في لانك الكاميرا. هتفككيها بالشكل ده. ادي طبعا عملت هبدأ بقى انا جبت جبت بولة وهحط فيها طبعا شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. القدوسية بتاعتي. حتى لو متماسكة ما تقلقيش، انت بس هتنفضيها كده بالمعلقة او الشوكة هتفك من بعضها خالص. والسكر مجهزة معايا طبعا السمنة البلدي عشان والسكر عشان اعملها. نبدأ نعملها. يلا بينا كده. ادي اهي حطيتها على الرخامة كده عشان اعملها معاك. وهجيب طبعا كمية السمنة اللي انا عايزاها. عايزه سمنه كتيره ممكن المعلقة دي براحتك، عايزه كويسة قليله. خالص، انا هحط كده. هي كده كويسة بالنسبة للكمية دي. وهحط سكر. السكر طبعا تبع ما انتوا تحبوا، والسمنة هكذا. في ناس بتحب السمنة خفيفة تحط حاجة خفيفة بتاعتي تسيح. في ناس كده. تحب ان هي تسيح السمنه وتحطها نقلبها بقى عليها، مع مفيش بعض. مشاكل. ممكن بس انا تسيحي هي السمنة وتعمليها، لكن انا القدوسية بحطها سخنة جامدة ملهلبة، لان طبعا عندي القدوسية السمنة هنا هتسيح جواها ملهلبة، وهتبقى فهتسيح السمنة متشرباها خالص. كويس جدا. والسكر برضو معايا كده مش هيسيح. محتاجة سمنة لان هبدأ هي بقى ان انا ده اقلب كمان بحيث زيادة ان كل بالشكل ده. القدوسية بتاعتي تتشرب السمنة والسكر وتبقى جميلة كده. كمان لسه السمنة ما دابتش ودي تحت طبعا اهي. خلاص يعني اخر ببدأ قطعة إن أنا سمنة هنا أدوبها. بتسيح. او تمام، بدأت
خلاص وادي حبايبي تبقى حلوة اهي. وادي المنتج النهائي بتاعنا، طبقة دوسية معتبر، يا ريت يعني تعجبكم يستاهل الطريقه. ما بقكم. تنسونيش في اللايك والشير تابعوني، ما والسبسكرايب. تنسونيش في بحبكم اللايك في والشير الله. مع والسبسكرايب. مع السلامه. السلامة.